لما تسب البابجي وبيك حدك. لك ايه اوصو نيالك صرت قاتل شي 10 نيالك. لك نوكني ابن الأح. فنشني ابن الشر خلينا بالخير نحن. بدي علمك الشر. يا حرامي امي، اكتشفت لك انه بابا بخاف كتير. بيك رجال ما بيخاف. واذا زلمه بلا بخاف، كيف ما بخاف؟ لكن ليش كل ما رحتي نمتي عند بيت جدي بيجيب جارتنا لتنام حده؟ لانه بخاف. ايه والله لا اعمله لحمه مفرومه والله انا. برمي الله، يعني حناكل لحم اليوم. بابا اليوم فصلوني من المدرسة. وليش فصلوك؟ سألني الأستاذ 7 زائد 3 قديش؟ حكيت له 10. إيه؟ بعد شوي سألني 3 زائد 7 قديش؟ ما هي نفسها يا حمار. تماما، وأنا هيك حكيت له. لما حدا يدق لك وما بدك ترد. الو يا هلا، تفضل. مين هي؟ هي محمد رفيقك. قل له انا مش هان. اوكي. ايه محمد حبيبي، الخي بيقول لك هو مش هان. صدمة كبيرة والقلب اللي جاب حيرة قلبي. لما يكون إلك 10 سنين بنفس الصف. الو انا بيك لك انا زهقان. قل لك شي نكتي خلينا نضحك. بي عم بدرس انا هلا، عم بدرس مش فاضي، عم بدرس. بعد وحدة عم تدرس ها؟ الطفل الغبي إذا راح على المدرسة. السؤال الأول زنق الواف. اكل خرا. ايه استاذ تفضل. من أطول الليل أم النهار؟ الليل او النهار؟ الليل أو... يا استاذ الصراحة ولا مرة شفتهم واقفين حد بعض لأعرف مين أطول. الكل يزقف له ما شاء الله. يعني أنا ذكي سأدي لك. لما يكون شخص نايم في البيت الأجنبي، 1 بيجوا بغطوك وببسوك، 2 بيطلعوا بسكروا الباب بهدوء علشان ما يزعجوك. لما تكون نايم في البيت العربي، 1 بيطلعوا بسيبوا الباب مفتوح وراهم، 2 بدخلوا يضووا الضوء وبسيبوا اللمبة شغالة، 3 بقعدوا اخواتك يتقاتلوا عندك، الوحيد اللي بدخل عليك بشويش اللي بكون جاي يسرق الشاحن. لما يكون الأستاذ عم يشرح وأنت مش فاهمين شيء. لكن 526.3 قسم 2 بالتوحيد 1 بيطلع معنا 586. يا عمي هذا شو عم يحكي؟ مش عم بفهم علي ولا كلمة. يا الله. فإذا إكس هو 783 قسم 3 يا شباب. معقولي أنا بس اللي مش عم بفهم حمار؟ فهمتوا شيء؟ انسى، ما حدا فهمان. هلا كنت بعدني عم بسألهم. انسى يعني ما حدا فاهم شيء. يسعد الدين. العب يلا زوجة تعلقت ببنت جارتهم كتير. وبتعرفوا يا جماعة شعور الأمومة بيجي غريزة بالبنت، مو مثل شعور الأبوة. شعور الأبوة نحن بنعيشه كتجربة نحن الرجال، أما شعور الأمومة هي غريزة موجودة بكل بنت، حتى لو ما خلفت بتكون أم. المهم هالبنت هي تعلقت ببنت جارتها كتير، وصارت يوميا تروح تلعبها وتروح لعندهم على البيت زيارة، وصارت تحسها مثل بنتها. وبيوم من الأيام وهي بزيارة عند جارتها وعم تلاعب بنت جارتها، الجارة بتطلع على البنت وبتقلها اسمعي حبيبتي، إذا بدك تعيشي شعور الأمومة روحي عيشيه ببيتك، مو عندي أنا، حاج زودتيها كثير. البنت بعد ما تسمع هذا الكلام من جارتها بينكسر خاطرها وما عاد تعرف شو بدها تعمل. بتحمل حالها وبتطلع من بيت جارتها وهي عم تبكي ودموعها مملية وجهها، وبتحمل حالها وبتفوت على دارها، وهي وبالدار بيصير معاها انهيار عصبي وبتفقد الوعي. زوجها بيرجع من الشغل بفوت على البيت بيشوف زوجته بهالحاله هي، بيحملها وبياخذها على المستشفى، وبالمستشفى بيعملوا لها الفحوصات اللازمه. بعد ما يعملوا لها الفحوصات لما تعلق أنت وخيك الصغير قدام بيك. يلا قوم، هيدا مطرحي. عد مطرح تاني. انا كنت قاعد هون، فت على الحمام وجيت. يلا قوم. مش قايد من هان، شو مكتوب باسمك؟ ما تخلينيش عصب. قوم يا ابن الكلب. انت وحدك ابن كلب وابن خنزير وشنطير. انت الكلب وابن الكلب، يلعن ابوك كلب. سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي. ماما ليش بتقولي لأخي الصغير عصفور؟ حبيبي دائما الأطفال الصغار عصافير، بس انت ليش عم تسأل؟ لأني رميته من الشباك ومطر. هذا واحد قال لأمه يمه ادعيلي، قالت له راح يا ولادي الله يعطيك بيت بدون إيجار وأكل بدون ما تشريه، لقى نفسه بالسجن. لما تكون مرتك بنت حرام بلا ما تعرف. دكتور دخيلك باش فيي. اليوم حيصير عندكم ولاد استاذ ومدام. هيدي الآلة بتخليني انقل كمية من وجع الولادة لشخص تاني، لزوجك مثلا. انا قبلين دكتور، حط لي ربع.
اوكي وهيدا ربع. واو ما عم حس بشي، زد لي بعد ربع لكن. بس خف عندي الوجع. معقول؟ طيب اوكي هيدا ربع كمان. ايه جاري شو انا بك؟ كتير موجوع، يا بتلحقني يا لا؟ اف ثواني وبكون عندك. دكتور زد لي ربع، مضطر بدي اروح لعند جاري بسرعه قبل ما فل. بعد ربع يعني 3 ارباع. تمام. زاد الوجع. صدمة كبيرة والقلب كان جاب حيرة قلبي. عمري شو جمع كلمة أحبك؟ أحبك أنت وصحباتك. لما الطفل يفضح امه بلا ما يعرف. هاي أمه الجاية خديجة عمتك جاي لعنا هلا. ها وصلت. يا أهلا وسهلا، تفضلي. يا أهلا فيك، يا أهلا. كيفك يا زنقل؟ منيح؟ شو بك؟ أهلين عمتي، أهلين. لك شو بك؟ شو بتعمل؟ شو هيك؟ لك يا عمتي عم دور. امي زنقل شو عم تعمل مع عمتك؟ شو عم تعمل؟ لك يا عمتي اطلع من تحت اجري، على شو عم بتدور؟ لك يا عمتي عم دور على وجهك التاني. امي قالت لي جاي لعنا خالتك خديجة ام الجاي. وينه دليني.